دايما خايف قدام الناس ومش عارف تتكلم ولا تروح تعمل صحاب جديدة. ده يا صديقي بنسميه الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي هو عبارة عن خوف أو زي رعب أو كسوف زي ما بنسميها في إنك تتكلم قدام الناس في العموم. يعني زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت، أنا لحد الآن يعتبر بتعالج من الرهاب الاجتماعي. يمكن ما اتعالجتش منه بنسبة كبيرة، بس دايما بحاول ان انا اكسره باي طريقه. ونسيت يا صديقي ارحب بيك. ازيك يا صديقي في الحلقه السادسه والاخيره من سلسله متعه الرحله، اللي بنتكلم فيها عن التحديات والصعوبات اللي بتواجهنا، وده اخر فيديو في السلسله، وبعد كده هنبقى فيديوهات فرديه مفيش سلاسل تاني. تفتكر يا صديقي ايه هي الاسباب اللي بتخليه عندنا رهاب اجتماعي؟ تعالى نبدا من الاول خالص كده، وده دايما مش عند كل الناس. بتبدأ من إنك كنت في بيئة سلبية فيها نقد مستمر، لا ما تتكلمش مع ده، لما مش عارف ما تقولش كده الناس مش عارفة تقول إيه. ده كله بيبدأ من الأهل. طبعا يعني لو الأهل بيدعموك وبيخلوك دايما تتشجع إنك تتكلم قدام الناس، يدخلوك نشاطات زي مسرح أو حاجات كتير، فده ممكن يشجعك شوية، وده اداك انطباع إن الناس بيساوي تهديد. كنت بتكلم عن الخوف من حتة الأهل، الحاجات اللي بتكبر معانا من صغرنا في الحلقة بتاعت مشتتات العقل. سيبها لك في الأي اللي فوق، مش عارف هي هتبقى هنا ولا هنا، أيا كان، وابقى روح شوفها بعد كده. تعالى شوف الفيديو ده، من الفيديوهات الصراحة اللي الواحد تعب عليها جدا. يعني نعدي بقى إن إحنا كان عندنا أسباب وإحنا صغيرين ممكن ما تجيش معانا من وإحنا صغيرين. لما بقى نكبر ساعات بنتحط في مواقف بتخلينا لا، اللي هو ستوب، أنا مش هتعامل تاني. يعني مثلًا دخلت في تجربة مش كويسة، اتكلمت قدّام الناس اتكسفت، فالتجارب الكتير من إنك تتكسف قدّام الناس، تتلخبط في الكلام قدّام الناس تتريق عليك ده بيدّي عندك عقدة إنك تتكلم قدّام الناس أو حتى تحاول تتعرف على ناس جديدة. وساعات يعني بيخلّي في عندك حتة كسوف إنك تتعامل حتى مع صحابك القريبين منك، لدرجة إن أنت ما بقيتش تتكلم معاهم ولا حتى بتقعد معاهم، وبتبعد مرّة واحدة لانك ما بقتش حابب تقعد مع الناس. بالبلدي بقيت انطوائي يا صديقي. وفي سبب تاني يا صديقي من الاسباب، طبعا لو انت مريت باي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي او ما مريتش، في حاجه تانية يا صديقي بتخليك تتعطل انك ما توصلش انك تحل مشكلتك مع الرهاب. عقلك. عقلك دايما لما بتديله اشاره ان ده خوف، ده متعقد من الحته دي، لا الحته دي لا مش هينفع اتكلم هنا، لا لو اتكلمت قدام الناس هتحرج هتكسف، وهكذا حاجات كتير. ده بيدي عقلك انطباع انك اول ما تعمل اي حاجه هيمنعك. فانت لما تيجي تبدا بمعالجه اول حاجه تعالج ايه؟ ده لازم تعالج ده من فكره انك خوف، احباط، لا انا مش هتكلم، لا انا مش هعمل. لو شلت ده من مخك وان الناس كلها بشر زيهم زيك يا صديقي، يعني ده مش مميز عن ده ولا مميز عن ده ولا مميزين عنك انت بحاجه، فده يخلينا نروح للحلول. واول حل معانا انك تبدا بعقلك، تبدا تصفي عقلك من الافكار اللي بتجيلك وقت ما بتخش مثلا موقف او لما مثلا. هديك تجربه صغيره على ارض الواقع تجربها. بص، لو انت في الكليه او بتاخد درس او في المدرسه ايا كان، روح اسال على الماده اللي بتاخدها. لو مثلا في المحاضره وبقالك مثلا يومين ثلاثه بتيجي مش لاقي المحاضرات، مثال مش لاقي المحاضرات، اسال حد من زمايلك الدكتور بيرفع المحاضرات بتاعته على البلاتفورم بتاعت الكليه ولا لا. المحاضرات بتاعته ممكن الاقيها فين؟ اتكلم معاه عن الماده شويه، عن الكليه ذات نفسها. هتلاقي الكلام مره على مره على مره هتلاقيه بيجيب نفسه. لو انت في مدرسه اسال عن الماده واسال عن اتكلم عن الماده نفسها، فاللي هو نفس الكونسيبت يعني. وخليك فاكر يا صديقي ان من بعض الحلول برضك انك تقبل الرفض، وان مش كل الناس هتتقبلك زي ما انت في المجتمع، ومش كل الناس شبه بعض. وكمان زي ما قلت من شويه، خليك فاكر انهم بشر زيهم زيك. اتقبل ان هم ده مش مميز عنك ولا انت مميز عنهم، فانتوا كلكم سواسية. في حاجة تاني ممكن تكتب من حلول برضك المشكلة، انك تشوف ايه اصل المشكلة. يعني مثلا احنا قلنا من شوية ان اسباب الخوف بتيجي من الاهل. طب ايه اللي حصل من اهلك وانت صغير؟ لو طبعا الذاكرة جابت، يعني ذاكرة السمك عايشة معانا اليومين دول، فيعني لو الذاكرة جابت تعرف ايه اللي خلى المشكلة دي تبدأ عندك اصلا من الاساس. يعني المشكلة دي بدأت ليه اساسا؟ لو عرفت بداية المشكلة تعرف تحلها بكل سهولة. تعالى بقى نروح لطرق عملية تخليك تكسر ده غصب عنك. انا بقول لك هتخليك تكسرها غصب عنك. شوف حاجات تطوع، يعني انزل تطوع في مكان ما
في ايفنتات كتير بتحصل على ارض الواقع، ممكن تنزل معاها تطوع، هتضطر تتعامل مع الناس غصب عنك، يعني غصب عنك هتنزل تطوع فتضطر تتعامل مع ده وتتعامل مع ده، لا التنظيم فيه كذا فانت المفروض تروح تكلم كذا عشان كذا، فاهم ازاي؟ شوف نشاطات تنزلها، يعني مثال انا قلت كده الحلقه اللي فاتت، انزل مسرح مثلا، انزل كورسات، في كورسات بتبقى مجانيه وبتبقى في بوت كامب كتير بتحصل، بتتكلم عن مجال معين او اي حاجه معينه، ممكن تنزلها وتسال الناس او تتكلم مع الناس عن البوت كامب ده بيتكلم عن ايه، بعد ما تخلص البوت كامب انت استفدت ايه، فيدني معاك لو مثلا عايز ابدا في المجال ده، المجال ده حلو عجبني بعد ما سمعت فكره عنه فابدا فيه ازاي. ممكن تنزل شغل، في شغل بيتطلب انك تتعامل مع الناس غصب عنك، يعني مثال هتنزل في محل سوبر ماركت، محل موبايلات، ايا كان، هتضطر تقف تبيع للناس، فانت ده هيخليك تتعامل مع الناس برضه غصب عنك. وبالبلدي، بالبلدي، ارمي نفسك. ده انا بحب اقولها الجمله دي دايما، ودايما انا بعملها، ارمي نفسك في اي حاجه تخليك تتعامل مع الناس غصب عنك بارادتك، بس تتعامل مع الناس. يا توني، انا دلوقتي لما بروح اقف قدام حد، ودي مشكله انا لحد الان بعاني منها، اقول ايه؟ انا ما بعرفش اتكلم، مخارج الحروف عندي في البايظ منها. لو بقى عندك مشكله، واغلبيتنا تقريبا بيبقى بيعاني منها، وانا كنت بعاني منها وحكيت كده في الفيديو اللي فات، انك بتقف مع الناس ساكت مش عارف تقول ايه. طب يا عم اخش اتعرف على الحد ده، اخش اقول له ايه؟ بص، هديك كام طريقه تحسن بيها مخارج الحروف عندك، وتحسن بيها ممكن تفتح عليك مواضيع اكتر تتعامل بيها مع الناس. بص، ممكن تفتح اي موقع فيه كلمات عربي بقى انجليزي ايا كان، خد الكلمه دي واعمل عليها حوار وصور نفسك لمده دقيقه، كل يوم اعمل كده مره، هتلاقي نفسك مع الوقت مخارج الحروف بتاعتك اتظبطت. لقيت نفسك من كتر ما انت كل كلمه بتوديها في سياق، في كلمه معينه، في جمل شكل، بتخليك تتكلم اكتر فاكتر فاكتر قدام الكاميرا حتى لو مش قدام الناس. ده هيديك شويه ثقه في نفسك، انك لا انا عارف اتكلم، لا انا معايا مواضيع اقدر اتكلم فيها. في برضه طريقه تفتح عندك فكره انك يبقى عندك معلومات، اقرا اخبار بصوت عالي، يعني لازم نقرا بصوت عالي عشان نحسن كل حاجه. اقرا اخبار، اقرا كتب، اذا كانت بقى روايات، تطوير ذات، ايا كان الكتاب اللي هتقراه، اقرا كتب بصوت عالي، حاول تحسن مخارج الحروف زي ما بقول لك. وطبعا يعني مش هنصحك على مخارج الحروف، انت شايفها من تحت في كل فيديو، انا بحاول احسنها برضك معاك قدام الكاميرا، بنصور فيديوهات نحاول نحسنها، بنتكلم مع الناس في المسرح، بمثل، بعمل كذا حاجه، دايما بحاول احسن مخارج الحروف اللي عندي على قد ما اقدر. في حاجه كمان ممكن تساعدك، حاول تراجع ثقتك في نفسك. بص، هو انا هعمل لها حلقه مخصوص حته الثقه بالنفس دي، بس تعالى ناخدها كده في جانب صغير. لو مثلا انت موجود في اي مناسبه، في محاضره، في ايا كان، سالت حد وجاوبت معاه، عرفت تتكلم معاه، طب حلو، اكتب ده في ورقه ان ده من انجازاتك، انك عملت حاجه النهارده انجاز في طريق كسرك لخوفك من الرهاب الاجتماعي ده، وكسرك من خوفك من الناس. وبرضك خليك فاكر، وخليك فاكر ان قيمتك ثابته مهما حصل. قيمتك مش في ادائك وانت بتتكلم قدام الناس، قيمتك مش في راي الناس، قيمتك مش في كلام الناس عنك او كلام الناس هم بيقولوا ايه. عادي الناس كلها، عادي الناس كلها ساعات بتهري، ساعات كل واحد بيبقى ليه رأي مختلف عن التاني، وكل واحد مختلف عن التاني، يعني صابع الايد مش زي بعضها. عايزك قبل برضك ما تنزل اي مكان، حاول تتشيك، ده برضك يعني بيديك حته ثقه بالنفس، لان الناس اول حاجه بتشوفها فيك هي مظهرك الخارجي. فانت لو لابس حاجه حلوه، حاسس انك شياكه، حاطط بقى البرفيوم بتاعك ومسرح شعرك، هتحس بثقه في نفسك. عارف انت لما تقف قدام المرايه وتقول الله بقى وتمسكك النرجسيه، لا وايه القمر ده الحلاوه دي، ده فاهم انت الحته دي؟ فانت هو ده اللي انا عايزك تعمله، البس حلو، خلي عندك ثقه في نفسك، مالكش دعوه براي الناس او نظره الناس ليك انت عامله ازاي، طول ما انت لابس حلو واثق في نفسك، بالبلدي كده مدلع نفسك في لبسك وفي مظهرك، ما تخافش من اي حاجه يا صديقي. واخيرا عايز اقول لك ازاي تتخلص بقى يا صديقي، ازاي تتخلص من خوف اللحظه. يعني انت خلاص قررت تخش تتكلم مع الناس، خلاص انا قدام الموقف وخلاص انا هخش اتكلم، انا خايف، مرعوب، جسمي بيترعش، قلبي بيدق بسرعه، مش قادر، فاهم اللي هو لا خلاص مش رايح، وعقلك بيشجعك على حاجه زي كده. طيب نعمل ايه؟ ازاي بقى تتخلص من خوف اللحظه؟ عندنا كام طريقه كده. اول حاجه، عد من 1 ل 10،
طب هتقولي معايا بقى 1 2 3 عاديه. اقول لك لا، عد من 10 لواحد، يعني عدها بالمتشقلب، خد النفس عميق وانت بتعد، يعني مثلا 10. ده هيهدي اعصاب جسمك، هيهدي الخوف اللي عندك، هتهدى واحده واحده حتى لو ما خدتش نفس عميق. يعني انا ممكن يكونوا طريقتين مختلفتين، يعني يا تعد الارقام يا تاخد نفس عميق. حاول ترخي نفسك، يعني حاول ترخي جسمك، ما تخليش جسمك مشدود. انا عارف ان هو بيبقى صعب، بس يعني حاول، ممكن لما انت تحاول تنفع معاك. انا ما نفعتش معايا عادي. وفي كمان طريقه كده، لو انت داخل تتكلم مع حد جاي سؤال، يعني مثلا انت لما بتخش محل بتقول السلام عليكم مثال، بعد كده بتطلب الحاجه. حلو. ممكن انت وانت داخل تسعى على محاضره، تسعى على المحاضره. وعايز اقول لك يا صديقي، انت بس المشكله بتبقى في فتحه الكلام. عارف انت لو فتحه الكلام دي مشيت، عارف لو مشيت وقدرت تفتح موضوع من سؤال، عايز اقول لك الموضوع والكلام هيمشي زي السكينه في الحلاوه، هتمشي كده. عايز اقول لك برضك ان ساعات ردودك ممكن تخليك متردد، بس عادي، ده عادي في الاول. مش لازم في اول الكلام تبقى بتعرف ترد على كل جمله وكل سؤال. عارف يعني، حاول شيل الموضوع من دماغك، بتكلم نفسك. انت لو بتتكلم حوار طبعا، لو حضرتك مريض اوفر سينج فانت قاعد هناك نايم، ايوه شبه اللي نايم هناك ده، وقاعد بتتخيل حاجات كتير ومواضيع. يا لو رحت المجموعه دي ودخلت الشله دي بقى، لو اتكلمت معاهم وقلت لهم السلام عليكم بقى وبقيت صحابهم، وحصل الزو واللو والنو، فكل ده عادي. في النهايه يا صديقي، احب اقول لك ان الرهاب الاجتماعي ده، وحابب يا صديقي اقول لك في النهايه ان الرهاب الاجتماعي ده خوف زي اي خوف، وقلنا وبنقول وهنقول ان اي خوف تقدر تتغلب عليه، بس انت بس محتاج شجاعه وقوه انك تقدر تكسر حاجه زي كده، وتاخد خطوه وتسيبها على ربنا وهو هيسهلها لك. وقول لي يا صديقي في الفورم اللي تحت، وقول لي يا صديقي في الفورم او في الكومنتات زي ما تحب، اللي هحطها لك تحت في الوصف، ايه التجارب اللي انت مريت بيها، ولو جربت طرق من الطرق دي قول لنا في الفورم نفعت معاك ولا ما نفعتش، وصلت التقدم قد ايه. ولو انت اصلا جربت طرق مختلفه جدا غير اللي احنا قلناها في الفيديو كله، ممكن تقولها لنا في الكومنتات، غيرك يستفيد وكلنا نستفاد، انا هستفيد معاكم يعني. وما تنساش يا صديقي تعمل اشتراك في القناه، وتحط لايك جميل بتاعك، وتعمل كومنت تشجعنا فيه، وتكتب الفيديوهات اللي عايزنا نعملها قدام ان شاء الله. وزي ما قلت لك تكتب مشكلتك واعمل شير عشان كل الناس تستفاد. في النهايه وكالعاده، احب اختم بمقوله من كتاب Overcoming Social Anxiety and Shyness للكاتب جيليان بوتلر. بيقول الوعي المفرط بالذات بيجي لما تركز انتباهك داخليا على نفسك، تبدا تحس بطريقه مؤلمه بكل اللي بيحصل جواك، ولما توصل للمرحله دي، ودي تبقى المرحله القصوى، ممكن ده يشيلك تماما. بس كده يا صديقي، سلام. يا ابني الصوت ده بيطلع يا ابني، ده البياع صوته طلع. أنا محاط بشلة متخلفة. يا ابني خليني اكمل الجمله. ساعتين ما أنا بتكلم. عايز تمشي امشي. يا هو ده هو ده. ما هو انا مش جايب علي ربيع كل شويه تتريق. يلا نعمل ايه؟ انت بتخطب له. أنا ماشي.